جميع الألعاب الرياضية. بس بما إن لعبة كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم، أنا النهاردة هتكلم عن أول بطولة حصل عليها النادي الأهلي في لعبة كرة القدم. أول بطولة حصل عليها النادي الأهلي في لعبة كرة القدم هي بطولة كأس السلطان حسين، ودي تعتبر أول بطولة في تاريخ كرة القدم المصرية، وبدأت البطولة سنة 1917، وكان أول مرة يفوز بها النادي الأهلي كان في سنة 1923، وهو صاحب الرقم القياسي بالفوز بالبطولة بعدد 7 ألقاب. كعادة النادي الأهلي إنه يكون صاحب الرقم القياسي بالفوز بأي بطولة محلية، وهو في نفس الوقت آخر بطل لآخر نسخة من البطولة، واللي كانت آخر نسخة سنة 1938، واللي اتحولت بعد كده لدوري المناطق وكأس مصر. وهنتكلم دلوقتي عن إزاي جت فكرة إنشاء البطولة والهدف من تأسيسها، ومين هم أبطال ال 22 نسخة اللي اتلعبوا من البطولة، وليه النادي الأهلي كان رافض المشاركة في البطولة من الأول. أولا، البطولة اتسمت على اسم السلطان حسين كامل، واللي كان سلطان مصر من سنة 1914 لحد سنة 1917، وفي الوقت ده كان في اتحاد اسمه الاتحاد المختلط للأندية المصرية، واللي أسسه واحد يوناني اسمه مستر بولانكي. والاتحاد ده كان بيضم الأندية المصرية وفرق الجيش الإنجليزي، وكان في صراع دايما ما بين الاتحاد المختلط للأندية وما بين المصريين اللي رافضين لوجود الاتحاد من الأساس، وكانوا شايفين إن المفروض يكون في هيئة أو كيان مستقل بعيد عن سلطات الاتحاد المختلط يكون مسؤول عن الأندية المصرية بس. أما عن صاحب فكرة إنشاء البطولة هو الصحفي إبراهيم علام جهينة، وده كان شخص على علاقة كويسة بالسلطات الرياضية في الاتحاد المختلط. وفي يوم راح هو وواحد صاحبه اسمه مصطفى حسن لواحد اسمه مستر مدويل، ومستر مدويل ده كان نائب رئيس تحرير جريدة إيجيبشيان ميل، وعرض عليه فكرة إنشاء بطولة في لعب كرة القدم، وهتكون ما بين الأندية المصرية وفرق الجيش الإنجليزي. وفعلا أعجب بالفكرة جدا، وراح مستر مدويل لحد قصر عابدين علشان يقابل المستشار الإنجليزي اللي موجود هناك في القصر، وعرض عليه الفكرة علشان يبلغ بيها السلطان حسين كامل. وفعلا لما اتعرضت الفكرة على السلطان حسين كامل وافق فورا. وفي يوم 26/8 سنة 1916 نشر مستر مدويل دعوة للأندية المصرية وفرق الجيش الإنجليزي علشان الاشتراك في البطولة، وسرايا عابدين كانت مقدمة كل التسهيلات علشان تقوم البطولة. وفي يوم 1/4 سنة 1917 اتصل مستر مدويل على الصحفي إبراهيم علام جهينة علشان يروح لمحل مجوهرات شيفيلد وعنوانه في شارع ثروت علشان يختار الكاس اللي هيتقدم لأول بطل لبطولة كاس السلطان حسين، وقال له إنه يبعت فواتير الشراء على سرايا عابدين. والاتحاد الرياضي المختلط نظم البطولة فعلا، وكانت لجنة التنظيم مكونة من مستر مدويل الرئيس والأستاذ إبراهيم علام جهينة سكرتير، وكان معاهم 4 أشخاص في العضوية من ضمنهم 2 ضباط إنجليز. وفي سنة 1917 انطلقت أول نسخة من البطولة بمشاركة فريق مصري واحد بس، وهو نادي الزمالك اللي كان في الوقت ده اسمه نادي المختلط. أما عن سبب رفض النادي الأهلي المشاركة في البطولة